الواحد دايما في اجتماع الشباب بيبقى مبسوط ان الكنيسه تبقى مليانه شباب، يعني الشباب ده هو مستقبل الكنيسه. فرحانين شديد وانتم موجودين معانا. النهارده عايزين نتكلم عن كلمه مهمه جدا، كلمه بتقول ايه هي مؤهلاتنا علشان نعاين ملكوت السماوات. احنا متفقين ان اهم هدف احنا عايشين من اجله في الدنيا ديت هو ايه؟ ايه اهم هدف احنا عايشين من اجله؟ ان احنا نوصل لغايه فين؟ ملكوت السماوات. برافو عليك. ده اهم هدف. عشان كده بولس الرسول يقول لك اسعى نحو الغرض. هو الهدف بتاعنا الكبير ان انا يا رب دايق اعاين ملكوت السماوات. هو ده الهدف الاساسي اللي احنا عايشين من اجله. في اهداف مرحليه زي مثلا اشتغل، ادرس، اتجوز، يبقى عندي اولاد، دي كلها اهداف مرحليه، ولكن الهدف الكبير اللي احنا عايشين من اجله ان احنا ندخل وين؟ ملكوت السماوات. ذا هيدن كينجدم. ده الاساس اللي احنا عايزين نوصل له في الاخر. ده اللي عايزين نتكلم. ايه المؤهلات بتاعتنا علشان نعرف نخش ملكوت السماوات؟ اول حاجه هبتدي بسؤال. هو رب المجد يسوع المسيح ليه كان مجيء على الارض؟ ليه كان مجيء عموما؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ قولوا اي حاجه. يسوع المسيح ليه كام؟ اتفضلوا. لا، ليه كام مجيء؟ كام مجيء؟ يسوع المسيح ليه كام مجيء؟ طيب ثلاثه، في رد هنا ثلاثه، حد ليه اي راي تاني؟ يسوع المسيح ليه كام مجيء لينا؟ الحقيقه يسوع المسيح ليه مجيئين. المجيء الاولاني تم امتى؟ لما يسوع المسيح تجسد عن طريق الروح القدس من بطن العذراء مريم وجالنا على الارض. نسمع كده الايه اللي هي موجوده في غلاطيا 4: ولما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولود من امراه، اللي هي العذراء مريم. ونسمع كده هو برضه في الرساله الاولى لتيموثاوس: وبالاجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في ايه؟ في الجسد. ده المجيء الاولاني لما رب المجد يسوع المسيح تجسد. طب ليه رب تجسد؟ ربنا تجسد علشان يعالج التشوه اللي حصل في كل الجنس البشري. لما ابونا ادم وامنا حواء كسروا الوصيه وما سمعوا كلام ربنا لما قال لهم من كل شجر الجنه تاكلوا ما عدا شجره واحده بس، معرفه الخير والشر، ابليس في صوره الحيه ضحك على العذراء مريم وكذب، لان ابليس هو الكذاب وابو كل كذاب، وقال لها هو ربنا صحيح قال لكم وما تاكلوا من كل الشجر؟ حاول ضحك عليها وفتح الحديث مع ابليس، قالت لا احنا ناكل من كل دول ما عدا الشجره دي. ابليس يسكت؟ ما يسكت، يكذب الكذبه الثانيه. قال لها انت يوم ما هتاكلي من الشجره دي هتنفتح عينك وتبقوا زي ربنا عارفين الخير والشر. كلوا من الشجره وربنا قال لهم انتوا خلاص كسرتوا الوصيه، ربنا كان محذرهم يوما تاكلون منها موتا تموتون، وفعلا كلوا منها، فكان ربنا لازم ينفذ كلمته وطردوا من الجنه. واصبح في خصومه بين السماء وبين الارض، اصبح ما بقاش في مصالحه. الوحيد اللي قادر ان هو يعمل المصالحه دهيت كان لازم تتوفر فيه 3 شروط. كم شرط؟ 3 شروط. الشرط الاولاني لازم اللي يقبل المصالحه دي يكون مساوي للآب، لأن الخطية موجهة في حق منهم؟ في حق الآب. تاني حاجة اللي لازم يعمل المصالحة بين الله والبشر لازم يكون ينوب عن كل البشرية، لازم يكون إنسان بشري. تالت حاجة اللي يعمل المصالحة دي لازم يكون قدوس بلا خطية. يبقى في 3 شروط: لازم يكون مساوي للآب، 2 لازم يكون ينوب عن كل البشرية، 3 لازم يكون قدوس بلا خطيه. الوحيد اللي تتوفر فيه ال3 شروط دول هو مين؟ يسوع المسيح، لورد جيسوس كرايست. الوحيد اللي تتوفر فيه ال3 دول، لان يسوع المسيح ابن الله الوحيد، ذا اونلي بيجاتن سان، ابن الله الوحيد، مساوي للاب في الطبيعه. الشرط الثاني ينوب عن كل البشر، لان يسوع المسيح تجسد مانيفستيشن، تجسد من بطن العذراء مريم عن طريق الروح القدس. ثالث حاجه يسوع المسيح هو الوحيد القدوس اللي بلا خطيه، شبهنا في كل شيء ما خلا ايه؟ ما خلا الخطيه. فعشان كده هو ربنا تجسد. ده المجيء الاولاني لما جاء بين الزمان تجسد بواسطه الروح القدس من بطن العذراء مريم علشان يتمم قصه الفداء. والفداء كان 5 مراحل. اول مرحله التجسد، مانيفستيشن. تاني مرحله
ان هو صلب بكامل ارادته على الصليب، نيل تو ذا كروس. تاني مرحله صلب على الصليب بكامل ارادته. ثالث مرحله مات ودفن. مات ودفن. الموضوع واقف عند كده ولا كمل؟ كمل. رابع مرحله واحلى خبر لينا كلنا ان يسوع المسيح risen from the dead in the third day. قام من بين الاموات في اليوم الثاني وانتصر على الموت، وده احلى خبر في المسيحيه. ما عندنا موت في المسيحيه. ثم صعد الى السماء resurrection وارسل لينا الروح القدس send the Holy Spirit for all of us. دي خطوات الفداء. وبكده تم الفداء، والخصومه اللي بين السماء والارض اللي كانت موجوده اتحلت بفداء ربنا. تجسد، صلب، مات ودفن، قام من بين الاموات وصعد الى السماوات وارسل لنا الروح القدس، وبالتالي تم الفداء. طيب يا رب انت عملت الجزء اللي ما كانش حد يقدر يعمله الا يسوع المسيح ابن الله الوحيد. طيب احنا بقى لينا دور عشان نخش السماء؟ لينا دور. ربنا فتح السماء لكل العالم، ولكن عشان اخش العالم، عشان اخش ملكوت السماوات في 8 مؤهلات عايزين كل النهارده ما نطلع من النهارده من الكلمه الا وانا حافظهم اكتر من اسمي. ليه؟ لان في مجيء تاني بقى هيجي. وده بقى المجيء التاني اللي هو بنسميه يوم الدينونه. ده جه؟ لا لسه ما حصل. طب هيحصل امتى يا رب؟ ما نعرف. يمكن وانا بتكلم مع حضراتكم يمكن كمان 100 سنه ما نعرفش المجيء التاني ده امتى، ولا حتى الملائكه تعرفها. هل ذكر في الانجيل؟ طبعا. نسمع كده هو رساله بولس الرسول الاولى الى تسالونيكي يقول ايه؟ لان الرب نفسه بهتاف بصوت ملائكه وبوق الله سوف ينزل من السماء، والاموات في المسيح سيقومون اولا. كل احبائنا اللي سبقونا وماتوا هيقوموا، ثم نحن الاحياء الباقين نختطف معا في السحاب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. المجيء الثاني اللي هو يوم الدينونة، رب المجد هيجي لنا من ناحية الشرق. عشان كده حتى في صلواتنا كلنا بنبص ناحية الشرق، لأن المسيح هو شمس البر، منتظرين المجيء الثاني. وكلنا سواء أحياء سواء أموات هنختطف على الهواء ونتقابل مع ربنا في المجيء الثاني. وساعتها كل الأسرار سوف تكشف. كل الأسرار هتكشف. كل حاجة عملتها في حياتك هتكون مكشوفة. وهنقف نقدم كشف حسابنا قدام ربنا ونسمع بنعمة ربنا: نعما أيها العبد الصالح ادخل إلى فرح سيدك، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. ماذا نسمع؟ اذهبوا عني يا ملاعين إني لا أعرفكم. لأن ناس هتسمع كده وناس هتسمع كده. ناس هتسمع بعد الشر عننا كلنا: اذهبوا عني يا ملاعين إني لا أعرفكم، اذهبوا إلى البحيرة المتقدة نار كبريت. يا رب مش عايزين نسمع كده، احنا عايزين نسمع: نعما أيها العبد الصالح ادخل إلى فرح سيدك. نعمل إيه بقى؟ نعمل 8 حاجات. نعمل 8 حاجات. تمام؟ تابعين معايا؟ نعمل 8 حاجات. أول حاجة مؤهلنا لدخولنا إلى ملكوت السماوات الإيمان. أول حاجة شنو؟ الإيمان. ذا فيث. إيمان يعني إيه؟ بولس الرسول قال لنا في عبرانيين 11 هو الثقة بما ترى. يعني أكون يعني بمنتهى البساطة أكون مصدق. الإيمان يعني أكون مصدق. لما ربنا يقول لي: يا حبيبي أنا أبوك السماوي، أنا ما إله بعيد عنك، أقول له: أنا مصدق يا رب. لما ربنا يقول لي في سماء منتظرة كل واحد فينا ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن، أنا ما شايف السماء دلوقتي، ولكن أكون مصدق طالما ربنا قال لي كده. لما ربنا يقول لي المذبح ده جسد ربنا الحقيقي ودم ربنا الحقيقي، أكون مصدق كده. أكون مصدق كده. هو ده الإيمان. لما أفتح الكتاب المقدس أكون مصدق إن دوت كلمة ربنا الحقيقية. كلمة الله الحية وفعالة وأمضى معلش الصوت. كلمة ربنا الحية وفعالة وأمضى من كل ذي حدين. يبقى أنا أكون مصدق. الإيمان إن أنا أكون مصدق كده. أول حاجة، بدون إيمان لا يمكن إرضاء. إرضاء منهم؟ إرضاء يسوع المسيح. لو أنا بعمل كل حاجة ولكن مش مصدق لا يمكن إرضاء يسوع المسيح. لو أنا عندي شك في أي حاجة من وصايا ربنا لا يمكن أعاين ملكوت السماوات. يبقى أول مؤهل لينا عشان أخش ملكوت السماوات وأتنعم بالجمال اللي في السماء، لدرجة بولس الرسول اللي كان بيعرف لغات كتيرة جدا يقول لك: ما قادر أوصف السماء من حلاوتها. سماء جميلة جدا.
بولس الرسول كان عارف عبراني وكان عارف يوناني وكان عارف روماني، يقول لك اللغه اقل واحقر من انها توصف جمال ملكوت السماوات، ما لم ترى عين ولم تسمع به اذن. عشان اخش في ملكوت السماوات اول حاجه الايمان، اكون مصدق. بس الايمان لازم يكون ايمان مستقيم، ما هو ايمان غلط؟ ما هو الشياطين بيؤمنوا ان ربنا موجود، لازم يكون ايمان مستقيم. مصادر الايمان في كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه هي عباره عن ايه؟ اول حاجه الكتاب المقدس. اخد ايماني من اربع حاجات، اول حاجه الكتاب المقدس هو مصدر الايمان بتاعنا. تاني حاجه التقليد. يعني ايه التقليد؟ كل التعاليم ابتداء من التلاميذ لل70 رسول للاباء الاوائل كانوا بيسلموا التعليم شفهيه لناس امناء ينقلوه للجيل اللي بعديه لغايه ما يوصل لنا ايمان سليم. لغايه ما يوصل لنا الايمان سليم. نسمع كده بولس الرسول قال لنا ايه على التقليد؟ قال لنا كده هو ما سمعته مني بشهود كثيرين اودعوا اناس امناء يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا. في رسالته الثانيه لتيموثاوس. هو ده التقليد. تاني مصدر من مصادر الايمان ان انا يكون عندي التقليد الرسولي اللي انا الايمان اللي سلمته من التلاميذ ثم من الرسل ثم من الاباء الاولانيين وصل. يبقى اول مصدر الايمان الكتاب المقدس، تاني حاجه التقليد الرسولي. ثالث حاجه من مصادر الايمان حاجه بنسميها المجامع المسكونيه. كان زمان يحصل في بعض الواحد ينحرف عن الايمان. كل الاباء الكنيسه الكبار يتجمعوا ويعملوا مجمع علشان يقولوا ايه التعليم المظبوط. نسطور عمل تعليم غلط، اريوس عمل تعليم غلط، ماكدونيوس عمل تعليم غلط. الكنيسه ما تسكت، تجتمع كل الاباء الصرفه والبطاركه ويحطوا التعليم المظبوط. وفي الثلاث مجامع دول زي نيقيا وافسس والقسطنطينيه هم اللي عملوا قانون الايمان من اول معظمي في قانون الحقيقي وبالحقيقه نؤمن لغايه نهايه قانون الايمان. يبقى ثالث مصدر من مصادر الايمان هو ايه؟ المجامع المسكونيه. وقلنا الكتاب المقدس رقم 2، التقليد رقم 3، المجامع المسكونيه. اخر حاجه فيهم بقى حاجه بنسميها الدسكوليه. يعني ايه الدسكوليه؟ هو تعليم الاباء الاوائل. عشان لما اقرا الانجيل اكون متاكد ان انا فاهم الانجيل صح زي ما ابائنا الاوائل فسروه، لان انا ممكن افسره غلط. لازم ارجع بقى لتفسير ابائنا الاوائل وقوانين الرسل عشان اكون فاهم الكتاب المقدس صح. يبقى دي اول نقطه. كيف اخش السماء؟ بالايمان. بدون ايمان لا يمكن ارضاه. طب اجيب مصادر الايمان بتاعتي منين؟ الكتاب المقدس، التقليد، المجامع المسكونيه. رابع حاجه قلنا ايه؟ رابع حاجه ايه؟ الكتاب المقدس، التقليد، المجامع المسكونيه، الدسكوليه اللي هي تعليم ابائنا الاوائل. طيب بعد الايمان اعمل شنو؟ بعد الايمان لازم اخش على طول على المعموديه والبينونه. من امن واعتمد حصل له ايه؟ خلص. من امن واعتمد. يبقى تاني مؤهل عشان يدخلني ملكوت السماوات المعموديه والبينونه. لما ربنا في يوحنا 3 كده راح له واحد اسمه ديسكورس الدنيا بالليل كده، ربنا قال له ايه؟ من لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. يعني ايه يولد من الماء والروح؟ هو المعموديه. انتم الذين قد اعتمدتم قد لبستم المسيح. بعد المعموديه انا بصير ابن الله. ابن الله بالتبني طبعا. يسوع المسيح ابن الله بالطبيعه، ولكن انا بصير ابن الله بالتبني. بصبح ان انا ابن ربنا. وبعد المعموديه على طول، والمعموديه بتبقى تخصيص في الميه 3 مرات، باسم الاب والابن والروح القدس. ما في معموديه ارش ميه، المعموديه لازم تخصيص. يسوع المسيح نفسه لما اتعمد يقول لك ولما صعد من نهر الاردن. صعد يعني ايه صعد؟ يعني يسوع المسيح كان كله جوه نهر الاردن، ما كان بيترش عليه ميه، كان كله بالتخصيص. نقول كده على يوحنا الصابغ. هو انا لو انا عندي حته قماشه وعايز اصبغها بعمل فيها ايه؟ بغرقها كلها جوه الصبغه، صح ولا ما صح؟ ما برشهاش شويه، بغرقها كلها. هو دوت الايمان المعموديه بالتخصيص، عشان كده يوحنا الصابغ. يبقى تاني حاجه تدخلني ملكوت السماوات معموديه وميرون، هم دول باب الاسرار. من غيرهم ما بعرف اشيل من اول، من غيرهم ما بعرف اجي عند ابونا عتيق. المعموديه والميرون هم باب الاسرار لكل الاسرار الخلاصيه اللازمه لخلاص كل واحد فينا. وبعد المعموديه على طول اترشم 36 رشمه عشان يسكن فيا الروح القدس. يرشدني، يقويني، يعزيني، يشفع فيا بأنات لا ينطق بها،
يقويني ويقول لي ايه الطريق الصح اللي امشي فيه، يبكتني لما اقع في الخطيه. كل ده عمل الروح القدس. يبقى اول حاجه الايمان، ثاني حاجه معموديه وميرون. حفظنا اول حاجه ايه؟ ما سامع. اول حاجه ايه؟ برافو عليكم، الايمان. بدون ايمان لا يمكن ارضائه، ولكن ايمان مستقيم. كتاب مقدس، دسكوليه، تقليد رسولي، مجامع مسكونيه. ثاني حاجه معموديه وايه؟ ميرون. معموديه صرت ابن الله، ميرون سكن جوايا الروح القدس. ثالث حاجه سر الافخارستيه، اتناول جسد رب المجد ودمه. ربنا قال لنا في يوحنا 6: من ياكل جسدي ويشرب دمي له حياه ابديه وانا اقيمه في اليوم الاخير. من ياكل جسدي ويشرب دمي له حياه ابديه وانا اقيمه في اليوم الاخير. وقال لنا ايه ثانيه برضه في يوحنا 6: من لا ياكل جسدي وان كنت لا تاكل ولا تشرب دمي ليس لكم فيكم حياه. يعني انا زول ميت. اللي بيبعد عن التناول الجسد والدم كانه ميت. لك اسم انك حي ولكنك ميت. حي يعني بتحرك وبشرب وباكل وبنام، حي بالجسد. ولكن ميت ان انا منفصل عن ربنا. ميت لان انا ماشي في طريق الملكوت. ده المهم جدا ليه. الافخارستيه انا بتناول جسد ربنا الحقيقي بجد. ربنا اللي نفسه، مش ده كلام ربنا، ما كلامنا. ربنا قال ايه؟ جسدي مأكل حق، دمي مشرب حق. يعني ما هو كانه جسد ربنا، لا، ده هو جسد ربنا الحقيقي بجد. خلي بالكم من النقطه دي. حتى لو انا بدوق طعم القربان، ولكن بيحصل التحول تحول سري. لما ابونا بعد ما نقول كلنا بنقول يا رب نبشر، ابونا كده بيصلي صلاه سريه ويقول: فليحل روحك القدوس علينا، على كل شعب الكنيسه المؤمن اللي شايف معموديه، وعلى هذه القرابين. يقول بعد كده هذه القربانه تتحول تبقى خبز مقدس، وعصير القرمه يتحول ويبقى دم مقدس. بالطريقه اللي انا بعرف اخدها. زي كده اقول لكم على مثل: لما يكون حد فينا عنده انيميا بيروح للدكتور، الدكتور بيقول لي لازم تاخد حديد، صح ولا ما صح؟ هل لما الدكتور بيقول لي خد حديد بمسك سيخ حديد واقعد اقرش فيه؟ ولا بروح باخد دواء معين كده موجود جواه الحديد، باخد الدواء؟ نفس الكلام، باخد الحديد بس بالطريقه اللي انا اقدر اخدها. هو نفس الكلام. القربانه وعصير الكرمه بيتحولوا تحول حقيقي بفعل الروح القدس والصلوات في وجود الاب الكاهن الى جسد رب المجد الحقيقي ودم رب المجد الحقيقي بالصوره اللي انا اقدر اخدها. حتى لو الطعم لسه طعم قربانه، ولكن التحول سري. مش كده بنسميه سر مقدس. وكل مره بتناول فيه باخد 3 بركات: غفرانا للخطايا، 2 حياه ابديه لمن يتناول منهم، 3 بثبت في ربنا. من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. يبقى ثالث حاجه تدخلني ملكوت السماوات سر الافخارستيه، ان انا اتناول من جسد رب المجد ودمه. حتى وقلنا التحول بيبقى تحول سري. قلنا كام حاجه لغايه دلوقتي لازم نطلع حافظين. قلنا كام حاجه؟ 3: الايمان، معموديه وميرون. ثالث حاجه الافخارستيه، تناول. رابع حاجه: طب يا رب خلاص انا اصبحت ابن الله بالتبني وسكن جوايا الروح القدس وتناولت جسد ربنا ودمه، فانا كده ماشي في طريق الحياه الابديه. بس انا انسان ضعيف. الوحيد اللي بلا خطيه هو رب المجد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. بس انا انسان ضعيف. اعمل ايه؟ ربنا ما يسيبني. ربنا من حنيته ما يسيبني. يقول لي هاسس لك سر اسمه سر التوبه والايه؟ والاعتراف. سر التوبه والاعتراف. رب المجد نفسه هو اللي اسس سر التوبه والاعتراف. نسمع كده الايه بتاعته. الايه بتقول لنا ايه؟ الآية دي موجودة في متى 18 عشان تحفظوها. متى إصحاح 18 آية 18. ربنا بيقول إيه؟ الحق الحق أقول لكم. كان بيكلم التلاميذ. الحق الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، كل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. متى 18 بيأسس لنا سر التوبة والاعتراف. ونسمع كمان في أمثال في العهد القديم 28: من يكتب خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها يحصل له ايه؟ يرحم. لو انا فضلت كاتب خطاياه جوايا كده اصل انا مكسوف من ابونا، اصل انا هكلم ربنا على طول، لا، من يقر بخطاياه يرحم، واللي بيكتب خطيته لا ينجح.
لان ربنا قال لبطرس الرسول وقال للتلاميذ يا بطرس اللي هتحله على الارض هيكون محلول في السماء، واللي هتربطه على الارض هيكون مربوط في السماء. وده رابع مؤهل يدخلنا ملكوت السماوات، سر التوبه والاعتراف. التوبه والاعتراف علشان نحفظها هم 4 خطوات. اول حاجه اقعد مع نفسي اطلع كل الخطايا اللي انا بعملها، خطايا الفكر، خطايا القلب، خطايا العين، خطايا اللسان، خطايا الاراده، خطايا الحواس، تقصير في الصلوات. دي اول خطوه. تاني خطوه اقف قدام رب المجد واقول له انا اسف يا رب، اندم على الخطيه بتاعتي، ويا بخت اللي بيعرف يدمع وهو بيقدم توبه. ربنا يقول كده حولي عنك عيناي لانها قد غلبتاني. ثالث خطوه اجري اقعد مع اب اعترافي، اعترف بكل الخطايا لربنا في وجود الاب الكامل، لان السلطان الحلو والرب ربنا اداني التلاميذ بعدين للرسل الى ما وصل الى الاب الكاهن اللي هو مرشوم بطريقه قانونيه صح من سيدنا الاسقف او سيدنا البطل. اعترف بالخطايا بتاعتي، يحط الصليب عليا ويصلي لي الابسوليوشن الاعتراف، كل خطيه تغفر له. كلنا عارفين ابا موسى كان واقع في خطايا كتيره جدا، اول ما قدم توبه واعترف الورقه السوداء بتاعته اول سطر يبيض، يعترف بثاني خطيه ثاني سطر يبيض، يعترف بثالث خطيه رابع سطر يبيض، لغايه ما اعترف بكل الخطايا الورقه بقت كلها بيضه بدون اي حاجه سوداء. هو ده سر التوبه والاعتراف. اقول له اشكرك يا رب، اشكرك يا رب لان انا انسان ضعيف، اشكرك يا رب ان انت عارف ان انا ضعيف، اشكرك انك اسست لي هذا السر، وربنا مدينا وعي كل خطيه قدمت عنها توبه صادقه واعترفت عنها يسوع المسيح ما يعود يذكرها، يطرحها في بحر النسيان. ولكن كل خطيه انا كاتمها جوايا، اصل انا مكسوف من ابونا، اصل انا هكلم ربنا على طول، اصل احنا قلنا 4 خطوات. اقعد مع نفسي اجمع الخطايا، اقف قدام ربنا اقول له انا اسف واندم، اقعد مع اب اعترافي ويحط عليا الصليب ويصلي لي التحليل واخد الارشاد. رابع خطوه ارجع اقف قدام ربنا اشكره، اقول له اشكرك يا رب. خامس حاجه اجي بقى على طول ايه؟ اتنام. من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها يرحم. كل ما تربطناه على الارض يكون مربوطا في السماوات، كل ما تحلوناه على الارض يكون محلولا في ملكوت السماوات. تمام؟ قلنا كام حاجه مؤهل يدخلنا السماء؟ كام حاجه؟ برافو 4. اول حاجه الايمان. اول حاجه ايه؟ اول حاجه الايمان، برافو عليكم. تاني حاجه معموديه وميرون. تاني حاجه ايه؟ معموديه وميرون، برافو عليكم. تالت حاجه الافخارستيه. تالت حاجه ايه؟ الافخارستيه، اتناول جسد يسوع المسيح ودمه. رابع حاجه سر التوبه والاعتراف. خامس حاجه مهمه جدا تدخلني ملكوت السماوات بنسميها كده الاعمال الصالحه. لازم يكون كل واحد فينا ليه اعمال صالحه لكل الناس اللي حواليه. كلمه انسان مسيحي يعني قلبه مليان محبه. اقدم اعمال صالحه لكل الناس اللي حواليا. هم مين بقى الناس؟ الناس اللي بحبها والناس اللي هي ما بتحبني. الناس اللي بتظلمني والناس اللي بتديني حق. كل الناس، اعمال صالحه لكل الناس. اقدم خدمه. لا يكفي كده هوت ان انا اجي اشجع واحد اقول له يلا تعالى معايا نروح الكنيسه سوا. حد يكون تعبان افطر، حد يكون في مشكله اقف اصلي له. اجي اخدم خدمه مرضى، خدمه مسنين، تعليم الحان، كل الحاجات دي. اجي انظف الكنيسه، كل الاعمال الصالحه دايما. جاري ما سيبوش كده هوت بعيد عن ربنا، اخده معايا وانا جاي الكنيسه، وهكذا. كل الاعمال الصالحه الموجهه للغير دي المؤهل الخامس اللي بيدخلني ملكوت السماوات. في متى 25 ربنا يقول لك كده هو بيفرز الناس، ناس عن اليمين وناس عن اليسار. اللي عن اليمين دول عملوا اعمال صالحه. كانوا بياكلوا الجعان وبيشربوا العطشان وبيلبسوا العريان ويزوروا المسجون اللي في السجن بتاعه، ولما يكون واحد مريض يزوره. ربنا قال لهم كل دول بي قد فعلتم. كل ما بعمل عمل خير وعمل رحمه للاخر، سواء عطاء سواء خدمه سواء تعليم، ربنا يقول لك كده انت عملت كده بيا انا، يلا تعالوا رث الملك المعد لك. اللي على اليسار بقى ما عملوا حاجه، شافوا الجعان ما قدمولوش حاجه، شافوا الغريب ما احتوهوش، شافوا العطشان ما قدمولوش ميه، شافوا العريان ما قدمولوش قماش، شافوا المسجون ما راحوا لغايه عنده، شافوا المريض سابوه في حاله. يقول لك كده هو ذهبوا عني يا منعين اني لا اعرف. متى 25. يبقى خامس حاجه الاعمال الصالحه. تمام؟ يبقى ايمان، معموديه وميرون، سر الافخارستيه، سر التوبه والاعتراف. 5 الاعمال الصالحه. بقينا 3 حاجات. بعد الاعمال الصالحه الجهاد الروحي.
الاعمال الصالحه دي علاقتي مع الاخر. الجهاد الروحي علاقتي مع ربنا. يعني ايه جهاد روحي؟ كل واحد فينا لازم يكون ليه حاجه اسمها قانون روحي. بارشاد اب الاعتراف لازم يبقى له قانون روحي. قانون روحي يعني بكلم ربنا في الصلوات، بسمع ربنا في الكتاب المقدس، بتحد مع ربنا بالتناول وانا في حاله توبه. هو ده القانون الروحي. الكنيسه تقول لي هنبتدي النهارده صوم، اصوم من اول يوم. الكنيسه تقول لي بكره في صلوات قداس، اجي بدري. ما فوت اليوم من غير ما اكون بقرا في الكتاب المقدس، لان دي كلمه الله الحيه وفعاله. هو ده الجهاد الروحي، لازم ليها جهاد روحي. نسمع كده بولس الرسول في اخر ايام يقول لتلميذه تيموثاوس، يقول له ايه؟ قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا وضع لي اكليل البر. رسالته الثانيه لتيموثاوس الاصحاح الرابع، قد جاهدت الجهاد الحسن. لازم تكون ليها جهاد. كفايه بقى نقعد ندلع في اجسادنا ونريح في نفسنا، لا، عايزين نجاهد. عايزين نجاهد. اقف في الصلاه، اعمل مطانيه، اصوم الصوم من اوله، ابقى عايش حياه النص، ما فوتش اليوم من غير قراءه الكتاب المقدس، ما فوتش اليوم من غير ما انا بقول صلاه يشوع السهميه، وبقى بالاتفاق مع اب الاعترافي يكون هو مرتب لي القانون. يعني مثلا اقول لكم مثال القانون. كل يوم الصبح اول ربع ساعه اكلم فيها ربنا. اثناء طول النهار طول ما انا ماشي في سري، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ، صلاه سهميه. بالليل قبل ما انام بصلي صلوات كتاب الاجبيه، واتاب واعمل محاسبه نفس انا عملت ايه طول النهار. لقيت نفسي وقعت في خطيه، اقول له اسف يا رب على الخطيه. لقيت نفسي ربنا اداني عطيه، اقول له شكرا يا رب على العطيه. وانا بقرا في الكتاب المقدس لقيت وصيه، اقول له حاضر يا رب على الوصيه. تمام؟ يبقى اقول له اسف على الخطيه، شكرا على العطيه، حاضر على الوصيه. كل يوم قبل ما انام. وما افوتش اسبوع من غير على الاقل اتناول جسد ربنا ودمه على الاقل مره في الاسبوع. وما افوتش الشهر غير على الاقل مره في الشهر يبقى ليا قاعده امارس فيها سر التوبه والاعتراف مع اب اعترافي. وما افوتش الشهر الا وانا حاطط العطاء، الندور والبكور، عطاء من وقتي، عطاء من صحتي، عطاء من المقتنيات، عطاء من الوزنات اللي ربنا مديهاني. هو دوت الجهاد الروحي. بولس الرسول نفسه يقول لك كده، ازاي وضع عليك اكليل البر؟ قد جاهدت الجهاد الحسن. ونسمع كده اهو في تيموثاوس الثانيه، ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا. لازم يبقى ليا ارشاد، اجاهد حسب ما الكنيسه بتعلمني، اجاهد بروح التلمذه، تلمذه الاب اعترافي، تلمذه للكنيسه، تلمذه للكتب الروحيه، تلمذه لكل امناء الخدمه. هو ده التلمذه، تلمذه سيدنا الاسقف وسيدنا البابا، تلمذه. بنعيش طول حياتنا في تلمذه. لازم لن نكلل الا اذا جاهدنا روحيا. تمام؟ يبقى قلنا لغايه دلوقتي 6 حاجات. نقولهم تاني: الايمان، معموديه وميرون، افخارستيه، توبه واعتراف، اعمال صالحه لكل الناس اللي حواليا، 6 الجهاد الروحي. بقينا كام حاجه؟ 2. سابع حاجه تدخلني ملكوت السماوات، فضيله مهمه جدا، فضيله الخوف المقدس. الخوف المقدس، يعني ايه الخوف المقدس؟ ما مقصود بالخوف المقدس ان انا خايف من ربنا ان هو بقى هينتقم مني او هيذلني؟ لا، مش ده المقصود بالخوف المقدس خالص. المقصود بالخوف المقدس اني اخاف لا انا بخطيتي اللي ما بقدمش عنها توبه الخطيه تذلني، لأن طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. هو ده الخوف المقدس. اخاف لا الخطيه تذلني، اخاف لا اخسر مكاني فوق في ملكوت السماوات، اخاف لا بخطيتي بحزن قلب ربنا اللي نزل على الارض والمسمار اتدق فيه والحربه اتضربت في جنبه واكليل الشوك اتضرب في راسه والدم كله سايل من جسمه علشان يغطي على الخطيه بتاعتي، وانا اقول له يا رب انا واقع في الخطيه، انا ما ماشي معاك. اخاف لا احزن قلب ربنا. هو ده المقصود بالخوف المقدس. ونسمع كده في الانجيل وصيه صريحه ليا ولحضراتكم: تمموا خلاصكم بخوف. هو ده فضيله الخروج، هو ده فضيله الخوف المقدس. تمموا خلاصكم بخوف. اخاف لا يحصل فيا زي ما حصل في سدوم وعموره. ايه اللي حصل في سدوم وعموره؟ اصروا على الخطيه. ربنا اداهم كذا فرص للتوبه ما سمعوا، اصروا على الخطيه. ربنا عمل ايه؟ البلد كلها اتحرقت. كل البلد اتحرقت. طب ايام نوح النبي حصل ايه؟ ربنا قاعد يحذر فيه. ونوح النبي اكثر من 100 سنه بيبني الفلك، هيحصل طوفان. لو استمرنا في الخطيه هيحصل طوفان. ما حد صدق الا نوح
وزوجته واولاده الثلاثه وازواجه وزوجاته. حصل ايه؟ حصل طوفان، كل العالم مهلك. كل العالم مهلك ما عدا نوح وزوجته واولاده وزوجته. يبقى ده فضيله خوف. اخاف لا انا كمان يحصل كده، اخاف لا يحصل طوفان، اخاف لا يحصل فيا زي ما حصل سدوم وعمور. هو ده فضيله الخوف المقدس. اخاف لا يحصل فيا زي حنانيا وسفيره. ايه اللي حصل لحنانيا وسفيره؟ كذبوا على بطرس الرسول. حصل ايه؟ ماتوا في الحال. لان كان ربنا سامع علمه وعارف ان هم اصروا على الخطيه، ما هيقدموا توبه، ماتوا في الحال. هو ده المقصود بالخوف المقدس. سابع حاجه مؤهل اساسي لدخولنا لملكوت السماوات فضيله الخوف المقدس. وما ننساش دايما الايه اللي احنا بنقول عليها تمموا خلاصكم بخوف ورعب. بولس الرسول قالها في رسالته لفيليبي الاصحاح الثاني الايه رقم 12. وافتكر بقى افتكر الطوفان وافتكر حنانيا وسفيره وافتكر سدوم وعموره، اقول يا رب انا خايف لا فعلا اخسر مكاني في السماء. اعيش بالفكر ده. خلاص انا هبعد عن الخطيه، انا ما هشرب مريزه، ما هيبقى لي علاقات غير طاهره، ما هشرب سجاير، ما هضيع وقت بدون استفاده روحيه. لا خلاص انا خايف بقى، خايف لا اتذل. لان الخطيه، شوف الابن الضال لما ساب ابوه كان مش لاقي حتى الخنازير، اكل الخنازير، انما كان قاعد في بيت ابوه، قاعد في القصر ابن ملك. الخطيه بهدلته. هو ده خطيه الخوف المقدس. اخر حاجه المؤهل الثاني اللي يدخلني ملكوت السماوات المحبه. لو كل السبع حاجات اللي احنا قلناهم قبل كده ما فيهم محبه اصبح كما لقوم عاد. انا باجي القداس كما لقوم عاد. انا بقرا في الكتاب المقدس كما لقوم عاد. انا بعمل الجهاد الروحي كله كما لقوم عاد. ملوش بركه. لازم المحبه هي اللي تغلف كل السبع حاجات اللي احنا قلناها. محبه لربنا، ادي العرضه الاولانيه، ومحبه لكل البشر اللي خلقوا على صوره الله ومثاله. حتى لو هم ما بيحبوه، حتى لو هم بيظلموه، حتى لو هم جايين عليا، مطالب المسيح يحب. المسيح يسيب من اجل المحبه. حتى لو حق معلش هسيب واترك وربنا هيعوض. ما معناها ان انا اكون ضعيف، ولكن معناها ان انا بقابل الشر بالخير. هو ده فعل عمل المحبه. ولكن المحبه ليس بالكلام بل بالعمل. محبه انا لما اقول لحد انا بحبك وسايبه من غير ما اقدم له اي محبه عمليه، لا ده مش محبه. محبه لازم يكون ايه؟ بالعمل. وكل واحد سوف ياخذ اجرته بحسب تعبه. يبقى ده من حاجه المحبه. لو كل السبع حاجات اللي فاتت دي ما فيهمش محبه ما هعرف اعين ملكوت السماوات. تمام؟ يبقى النهارده ربنا بعت لنا كلمه عن مؤهلاتنا للدخول الى ملكوت السماوات. عشان ربنا هيجي لنا من ناحيه الشر في وقت ما عارفين، مش عارفين امتى. ربنا هيجي لنا عارفين الكتاب المقدس بيقول على يوم المجيء الثاني ده عباره عن ايه؟ حد عارف؟ يقول لك ربنا ذات قلص. ليه قلص؟ لان اللص ما بيقولش لحد هو جاي امتى. اللص بيجي فجاه. ممكن يحصل مجيء تاني دلوقتي، ممكن يحصل كمان 100 سنه، ما نعرف. لازم انا مستعد. الثمان حاجات اللي احنا قلناهم لازم نبقى حافظينهم اكتر ما انا حافظ اسمي. لو نسيت اسمي مش مشكله، هخش السماء. انما لو نسيت الثمان حاجات دول هضيع من السماء وهضحك ابليس ويبقى فرحان فيا ورب المجد اللي فداني يبقى كده هو قلبه حزين عليا. الثمان حاجات دول ما ننساش. معلش نقول اخر مره. الايمان اول حاجه شنو؟ تاني حاجه معموديه وميمون. تاني حاجه ايه؟ برافو. ثالث حاجه سر الافخارستيه. سر ايه؟ التناول الكاس ربنا دوت. رابع حاجه التوبه والاعتراف. رابع حاجه ايه؟ برافو. خامس حاجه الاعمال الصالحه لكل الناس اللي حواليا. خامس حاجه الاعمال ايه؟ برافو. سادس حاجه الجهاد الروحي. سادس حاجه ايه؟ الجهاد الروحي. سابع حاجه فضيله الخوف المقدس. واخر حاجه المحبه. محبه لربنا من كل قلبي ومن كل فكري، ومحبه لكل الناس اللي خلقوا على صوره الله ومثاله. ربنا يديك ويدينا. ليه؟ لان هدفنا ملكوت السماوات. هطلع راسي فوق. الشوريه اللي بطرس النهارده اتكلمنا عليها، لما ابونا بيمشي فيها في القداس بيطلع منها بخور، يطلع لفوق. ليه لفوق؟ يخلي عيني دايما على السماء. كلنا ولاد السماء موجودين فتره على الارض وبعد كده راجعين للسماء تاني. بس اركز في الثمان نقط دول. ركز فيهم، هم دول مؤهلاتنا للدخول الى ملكوت السماوات بنعمه ربنا. ربنا يديك ويدينا ما ننسى الثمان حاجات دول. مش عايزين زي ما جينا زي ما نطلع كلنا حافظين ونفكر بعض كلنا بالثمان حاجات دول. لالهنا المجد الان وكل اوان والى ظهر الدهور. امين.